السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد، صلوا على النبي، قولوا عليه الصلاة والسلام، نعمل لايك نعمل شير لأن حلقتنا حلقة نارية. وقبل ما أبدأ حلقتي عايز أقول لكم على حاجة مهمة. في شخص أهلاوي محترم بيقدم محتوى راقي جدا ونضيف على اليوتيوب. الشخص ده يستحق مننا الدعم والاحترام والتقدير، فأنا بتمنى من حضراتكم كلنا نخش ندعم الراجل ده ونشترك في قناته. طبعا قناته هتلاقوا الرابط بتاعها في اول تعليق مثبت، فاتمنى كل الناس تروح على قناته تسيب له تعليق كويس وتشترك في قناته، لان هو راجل اهلاوي محترم بيقدم محتوى صدقني هيعجبك لما تشوفه. تعال بقى عزيزي المشاهد نبدأ حلقتنا، لان حلقتنا فيها كوارث وعايزين نبعت رسالة للأعلى للإعلام. هو الأعلى للإعلام ما بياخدش لفة على البرامج الرياضية اللي بتتعمل على بعض أو اللي بتتذاع على بعض القنوات الفضائية؟ يا جماعة البرامج الرياضية عندنا بقت كارثية، بقى بيتقال فيها ألفاظ ما ينفعش حتى احنا نقولها في الشارع. الألفاظ دي بقت بتخش بيوتنا. يعني أنا كمشجع للكرة المصرية قاعد بتفرج على برنامج رياضي على أي قناة فضائية ايا كان اسمها، ليه اسمع الفاظ بذيئه؟ وليه الالفاظ دي تخش بيتي؟ الكوره يعني احترام، يعني ادب، يعني اخلاق، يعني روح رياضيه. الكوره دي يا جماعه رساله بتتقدم للشعوب وبتقرب الناس من بعضها. اللي عندنا بتعمل فتنه ما بين الناس وبتبعد الناس عن بعضها. انا هسمعكم فيديو لأسامة حسن مع كابتن مجدي عبد الغني، الالفاظ ما ينفعش تتقال في التلفزيون ولا حتى في الشارع، ولا حد يقولها لصاحبه، ولا عيالنا اصلا ينفع لا تقول ولا تسمع الالفاظ دي. فرساله للاعلى للاعلام، يعني رساله. انا كل يوم بطلع اقول رساله للاعلى للاعلام. في مصايب بتحصل وفتن في البرامج الرياضيه اللي بتتذاع على بعض القنوات الفضائيه ويقولوا ان البرامج دي محايده. اسمع الحياديه بيتقال عليها ايه، او اسمع البرامج المحايده بيتقال فيها ايه من بعض الاعلام الزملكاوي. اسمع، ده احنا في مصيبه وفي كارثه والله. هذا انا ما عنديش مشاكل، النادي هو عنده مشاكل مع أسامة حسن. راجل عايز يمشي. انت ما عندكش مشاكل يا كابتن؟ ايه المشاكل؟ انت ما عندكش مشاكل؟ إيه؟ انت بتقول احنا بناكل من خيركم والله. ايه المشاكل عندنا؟ والله ايه المشاكل لو عندنا؟ قفلنا النادي الاهلي 20 سنه 31 والله 31 لا سيبك من واحد. نقدم بس على الاقل يا معلم، هو انت عايز مشاكل؟ على أنا الاقل ما يا عنديش مشاكل في كابتن، النادي. على أنا الاقل ما على عنديش الاقل مشاكلهم. ماشي، ما عنديش مشاكلهم كتير ما قوي. عنديش. ايوه دول لنا واحد اتنين. عنده القيد موقوف. ده رقم واحد. رقم اتنين، الناس اللي عمالين يتكلموا عليها ديت. الخيط عندك موقوف؟ لا. طيب الكيد عندك مش موقوف؟ طب اسم. كويس والله، حاجه كويسه. يا كابتن رقم اتنين وحاجه مهمه جدا، المفروض ازاي اصلا واحد زي زيزو دوت يا يبقى لا، هو بقول لك معاكوا؟ ايه المشاكل؟ يبقى معاكوا ومش عارفين فين بدل المشاكل؟ انتوا يا دين يا دين يا دين هذا انا ما عنديش مشاكل. الفيديو ده اهداء مني للاعلى للاعلام. هي دي قنوات فضائيه وبرامج بتتذاع على بعض القنوات الفضائيه، ولا الناس دي قاعده على مصطبه؟ يعني الاعلى للاعلام قابل ان الالفاظ دي تخش بيوتنا من بعض البرامج اللي بتتذاع على بعض القنوات الفضائيه؟ انا مش هكلم كابتن مجدي عبد الغني ولا هقول لي كابتن مجدي عبد الغني عيب وشوف الناس اللي انت بتستضيفها ولازم تستضيف ناس ارقى من كده لان الالفاظ دي ما ينفعش تتقال، فدي سقطه في حق كابتن مجدي عبد الغني والبرنامج اللي بيقدمه والقناه كمان اللي بتذاع البرنامج. مش هقول الكلام ده كلته. انا بوجه رساله للاعلى للاعلام. هل الاعلى للاعلام مبسوط بالالفاظ دي اللي بتخش بيوتنا؟ ده انا بطلع على قناتي من بيتي ما اقدرش اقول لفظ زي ده. يجي واحد كان لاعب كوره للاهلي وللزمالك بيطلع بحجه ان هو راجل طالع محايد في برنامج محايد على قناه كبيره زي القناه اللي بتذيع البرنامج ده، ينفع يتقال فيها اللفظ ده؟ لما قناه كبيره زي دي يتقال فيها اللفظ ده من واحد كان بيلعب لاهلي والزمالك واللي بيقدم البرنامج راجل تقيل، ده اسطوره من اساطير الاهلي ولا رمز من رموز الاهلي، يعني حاجه تقيله في الكره المصريه، راجل تاريخ، عمل تاريخ بجد مع النادي الاهلي. لما انت تبقى مقدم البرنامج والضيف يقول كده وانت قاعد،
امال بقى الناس العاديه والقنوات العاديه يتقال فيها ايه؟ عيب يا جماعه، عيب. احنا ارقى من كده. الاشكال دي ما تطلعش على التلفزيون تاني. الاشكال دي بتسبب فتن، الاشكال دي بتبوظ اخلاق اولادنا. لما انا عندي ابني او ابن حضرتك او بنتك او بنتي تسمع لفظ زي ده في التلفزيون هتفكر ان هو عادي، تقولوا بقى لابوها، تقولوا بقى لامها. وبنرجع نقول ليه عندنا انفلات اخلاقي في تربيتنا لاولادنا؟ ما هو من الطبيعي يكون في انفلات اخلاقي. ليه؟ لان الراجل اللي بيطلع على التلفزيون المفروض ان هو يساعدني في تربيتي لابني، هو عايز يتربى من جديد، عاوز يتعمل له اعاده تربيه. فانت منين هيبقى عندك جيل صالح؟ ما هو يطلع فاسد. انت كده بتدمر جيل بحاله بسبب اللي انت بتعمله على التلفزيون. ده انت حتى مش محترم القناه اللي انت طالع عليها، ولا الناس اللي انت قاعد في وسطهم، ولا حتى المتابع. فيا جماعه بنسال ونقول احنا ليه وصلنا للمرحله دي؟ ما لازم نوصل للمرحله ديت. طالما عندك الناس دي والاشكال دي بتطلع على التلفزيون، هنفضل محلك سر. ودي رساله للاعلى للاعلام. تعال بقى عزيزي المتابع، نروح لجمهور الزمالك والكل ما هو زملكاوي. الزملكاويه اللي كانوا بيطلعوا يقولوا الحق ده امام عاشور ضرب عمر كمال، الحق ده الاهلي مش عارف حصل ايه داخل اوضه اللبس، ويبداوا يتكلموا عن النادي الاهلي. وكل محتواهم والماده اللي بيقدموها سواء على الميديا او على القنوات او حتى على بيدجات الزمالك كلها اهلي. وفي مصايب بتحصل داخل نادي الزمالك. اسمع ايها الزملكاوي الجميل، كابتن وائل الأباني الزملكاوي اللي كان شغال في الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك، اسمع بيقول حصل ايه لما كان شغال داخل نادي الزمالك. اسمع. واللي بيقول الكلام ده هو ابن من ابناء الزمالك وليس اي حد من اعلام الاهلي. يا جبالي يا اعلام الزمالك يا اللي بتطلعوا تقولوا ان الاهلي او اعلام الاهلي بيتكلم عن نادي الزمالك. لا والله ما حد بيفضح الزمالك ولا بينشر غسيل الزمالك الوسخ الا ابناء الزمالك وكل الزملكاويه. اسمع وتكيف. ان انا وقعت عقوبه على 2 لعيبه كانوا ماسكين موبايلات على الدكه وقت المباراه رسميه. مش هقول لك اسامي، محدش يعرف. اللعيبه نازله موبايلات بعد ما اتغيروا والأباني كانوا ماسكين موبايلات على الدكه. يعني اللعيبه جايبين موبايلات بعد ما اتغيروا؟ طب جات لهم الموبايلات ولا هم كانوا حاطينها ولا لا هم كانت الموبايلات معاهم في اوضه اللبس، غيروا ودخلوا. تمام. كان بين الشوطين حلو. وغيروا ودخلوا قعدوا على الدكه والاثنين ماسكين موبايلات. صح كده؟ حد عرف؟ ده قرار. مفيش حاجه اسمها قرار بقى انا لازم اطلعه لك. انا اخد القرار مع نفسي، لكن ما قبلتهاش. فالنهارده الاثنين العقوبه بالاثنين كانت متساويه ولا غير متساويه؟ لا غير متساويه. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان واحد وده كان قاعد على الانستجرام وده كان قاعد على فيسبوك. لا حد يعرف. حاجه حلوه ما شاء الله، ما شاء الله يا زملكاويه. حد هيقدر يطلع يفتح بقه؟ كله هيعمل كده، كله هيلجم، كله هيشد بلاستر. لا ارى لا اسمع لا اتكلم. وبرضه هيتكلموا عن الاهلي. مين اللي بيصدر الصوره دي عن الزمالك؟ هم ابناء الزمالك. يا عم انت خدت عقوبه على 2 لعيبه، طالع بتقول ليه؟ طالع ليه بتطلع غسلنا الوسخ على القنوات؟ ليه بتنشر غسلنا الوسخ على القنوات؟ انت راجل كنت شغال في الجهاز الفني والاداري وعندك 2 اخطاوا، حاجه من الاتنين، يا اما في ساعتها اطلع اقول وافضحهم عشان يبقوا عبره لاي حد، زي ما الاهلي عمل مع كهربا ورحلوا كان من الامارات. كاس الصور يا جماعه لما رحلوا من الامارات، يا اما تسكت بعد العيد يابا، مفيش خبيث كحك يابا، يقولها في ساعتها واطلع اتكلم واقول يا جماعه انا وقعت عقوبه على 2 لعيبه فلان الفلاني وفلان الفلاني عشان ما احترموش المكان اللي هم شغالين فيه ولا القميص ولا الجمهور اللي هم بيمثلوه، فانا وقعت عليهم عقوبه ماليه قدرها قد كده بسبب ان هم عملوا 1 2 3. انما طالع بعد ما مشيت تتكلم وتصدر الصوره دي؟ طب يا زملكاويه من النهارده اللي بيتكلم عن الزمالك، هل انا كنت اعرف حاجه؟ هل الاهلاويه كانوا يعرفوا حاجه؟ هل كابتن احمد حسن اللي قاعد قدام وائل الاباني ومستضيفه كان يعرف حاجه؟ لا طبعا. وائل الاباني اللي طالع بيتكلم عن نادي الزمالك، وده عيب الزمالك ان مشاكلنا مننا فينا، وطول عمرنا ندعي المؤامره والمظلومات واحنا اللي وحشين. كله عايز يطلع ياخد اللقطه. انا عندي معلومه،
انا عندي معلومات عن نادي الزمالك، طلعني في اي لقاء تلفزيوني واديني وانا هاجي اقول عادي، ما فيش اي مشكله. ايه يعني لما الزمالك يدفع الثمن؟ طب ما كابتن سيد عبد الحفيظ كان شغال داخل النادي الاهلي، مش بطريقه مش لطيفه. راجل حقق كل البطولات مع النادي الاهلي في موسم، خد كل البطولات مع الاهلي، يعني راجل ناجح في منصبه كمدير كوره للنادي الاهلي او للفريق، ما شاء الله عليه، ناجح ما شفت زيه. الاهلي مشاه بطريقه مش حلوه، غدر بيه بمعنى اصح. هل سيد عبد الحفيظ طلع نشر غسيل الاهلي اللي بيحصل في اوضه اللبس على القنوات؟ استحاله طبعا. تلاقيه بيدافع عن المجلس وعن النادي، عشان كده هم ناجحين، عشان كده هم في حته تانيه. تعالى بقى عزيزي المشاهد نروح لخازوق تقيل. والله العظيم جماعه، الزمالك خلاص بيضم الانجولي، او خلاص هيضم الانجولي شيكا بانزا، جناح يمين بتاع نادي امادور البرتغالي لمده 4 مواسم، ومن المنتظر حضور اللاعب للقاهره لتوقيع العقود النهائيه. طيب انت النهارده جبت مهاجم، طيب المهاجم ده بقى ارقامه ايه؟ يعني معلش، اصل احنا اتخزوقنا كتير والمفروض نكون اتعلمنا من بعض الصفقات اللي احنا جبناها، يعني ياسر حمد، عمر فرج، مشيلاك، سيدن داي، جبنا لعيبه كتير قوي وسرحناها. طب انا النهارده بجيب لاعب اسمه شيكو كان بيلعب في الدوري البرتغالي. طيب ايه بقى السي في بتاع اللاعب ده؟ عشان بس ايه نطلع نكلم الجمهور عن الصفقه دي ونقول عليها جامده ولا مش جامده، لان كان اعلام الزمالك وبتجات الزمالك عماله تقول احنا جبنا شيكو اللي بيلعب في الدوري البرتغالي ولاعب مكسر الدنيا. طب ماشي، معلش، ما خالد بوطيب كان بيلعب في الدوري الانجليزي، خالد بوطيب كان بيلعب في الدوري الانجليزي، وبيرسي تاو اللي انت بتخلص فيه دلوقتي كان بيلعب في الدوري الانجليزي وخد افضل لاعب في افريقيا. طب هل مستوى بيرسي تاو يخليني اتعاقد معاه؟ لا طبعا، ده لعيب عايز يتعلق له جلوكوز، ده لعيب بيقع لوحده، بيتكفى على وش لوحده. ولكن تعال اقول لك على ارقام المهاجم اللي اسمه شيكا او شيكو، انا اسف، شيكو اللي الزمالك هيتعاقد معاه خلاص. شيكو ده يا جماعه طول مسيرته الكرويه لعب 118 مباراه طول مسيرته الكرويه. طب الراجل ده سجل كام هدف؟ 20 هدف. يا لهوي، 20 هدف طول مسيرته الكرويه، وعمل 17 اسيست. ده امام عاشور سجلهم، ده امام عاشور في 3-4 شهور سجل 20 هدف مع الاهلي وعمل 20 اسيست. ده المهاجم اللي مكسر الدنيا واللي هيجي يكسر الدنيا مع الزمالك. جايب لعيب طول مسيرته الكرويه مهاجم جناح شمال هيجي يلعب لي وطول مسيرته الكرويه سجل 20 هدف وعمل 17 اسيست. يعني انا ما بقولكش ارقام الموسم اللي فات، لا دي مش ارقام الموسم اللي فات، دي ارقام اللاعب طوال تاريخه. هو ليه ارقامه مقاربه على ارقام شيكابالا؟ والله مش بقلل من شيكابالا، ولكن شيكابالا طول مسيرته الكرويه مع الزمالك سجل حاجه 70 هدف من اصل 400 مباراه او 399 مباراه، وحصل على 18 بطوله مع الزمالك. يعني كل بطولات شيكابالا 18 بطوله، جميع اهدافه 70 هدف في كام لقاء؟ في 300 وحاجه ولا 400 500 مباراه. هي دي ارقام؟ انا رايح ما شاء الله. ده بقى هيطلع على المحكمه الدوليه بعد ما يجي لنا بشهرين، وهياخد في ايده ايه انا كنت هقول اسمه، استغفر الله، اللي اسمه فيريرا. هيطلع هو وشيكو على المحكمه الدوليه، وبيرسي تاو كمان. بالمناسبه الزمالك بيخلص في بيرسي تاو. تعال نروح لممدوح عباس. هو احنا كده لو ما طلعش كل يوم حد يهنا نتعب نفسيا بجد. ممدوح عباس طالع بيقول لك انا لست مسؤولا على الاطلاق بشان اي تعاقدات جديده لنادي الزمالك، قد أساهم فيها وهذا بالتأكيد، ولكنني لست بصاحب قرار وهذا للعلم. اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم. إيه يا ريس في إيه؟ هو أنت لو ما طلعتش يوميا على الله تسف على الزمالك تتعب وعلى مسؤولين الزمالك؟ هو أنت لو خدت مثلا الخميس أجازة تتعب؟ لو خدت الجمعة أجازة وما طلعتش كتبت تويتاية تتعب؟ يا جماعه والله العظيم شكلنا بقى وحش. فين الزملكاويه يا جماعه؟ فين الزملكاويه لما حد بيجي يتكلم عن الزمالك بيزعلوا؟
يا جماعه هاتولي راجل اعمال دعم الاهلي بيطلع يقول الكلام ده. ما الاهلي كله محبين وكله معجبين وناس كتيره بتدعم اكتر من ممدوح عباس. يعني ممكن تلاقي اقل حد بيدعم من رجال الاعمال النادي الاهلي، اقل واحد تلاقيه بيدعم بفلوس اكتر من اللي بيرميها ممدوح عباس داخل الزمالك او اللي بيدعم بها الزمالك. اول ما حدش بيطلع يتكلم الا ممدوح عباس، لازما يوميا على الله يطلع يتكلم عن نادي الزمالك ويقلل من الزمالك، ولما نيجي نتكلم الاقي بعض الزملكاويه يزعلوا من الواحد. طب ردوا انتوا بقى يا زملكاويه على اهانه ممدوح عباس للزمالك. تعالى بقى عزيزي المتابع نروح لاخر حاجه، والحاجه دي هتبقى صدمه لكل زملكاوي. الزملكاويه اللي كانوا بيطلعوا يسفوا على الاهلاويه بعد نهائي كاس مصر، لما الاهلاويه قالوا الكاس ده مشبوخ، النهائي ده مش طبيعي، ازاي بيراميدز يخسر كده من الزمالك. ولكن لما الاهلاويه قالوا كده ولمحوا لبعض الحاجات، الزملكاويه طلعوا كلوا الاهلاويه. طب ايه رايك بقى يا زملكاوي ان اللي بينشر غسلنا الوسخ وبيفضحنا ابناء الزمالك؟ زي ما قلت لك كده في بدايه الحلقه، كابتن هشام يكن الزملكاوي اللي زملكاوي اكتر منك ومني، طالع بيقول لك ان كأس مصر الموسم اللي فات كان متفصل على مقاس الزمالك. ايه رايك بقى؟ قول لي انت كزملكاوي هتقول ايه؟ كابتن هشام يكن يا جماعه طالع بيقول ان كأس مصر اللي فات متفصل على مقاس الزمالك. ده الفرق يا جماعه ما بين الاهلي والزمالك. هات لي حد اهلاوي بيطلع يقول الكلام ده عن الاهلي. ونرجع يا جماعه، احنا عندنا فشل، فشل في العقلية كلها فاشلة يا جماعة. المشكلة مش في مجلس حسين لبيب، المشكلة في العقلية الزملكاوية. حاجة حصلت ليه بتطلع تقولها؟ ما تداري على ناديك. ما انت النهاردة بتقوي موقف الاهلاوية ويجي زملكاوي يزعل من الاهلاوية. طب انت زعلان ليه؟ هو الاهلاوي بيتبلى عليك؟ هو الاهلاوي بيجيب حاجة من عنده؟ الاهلاوي بينقل لك الكلام اللي قاله لك ابن الزمالك كابتن هشام يكن. يعني كابتن هشام يكن اللي طالع بيقول، يعني زملكاوي وانت كنت بتشجعه، الناس اللي حضرت الجيل بتاعه او حضرته وهو بيمثل الزمالك او بيلعب في الزمالك كانوا بيشجعوه، ونجم منتخب مصر هو اللي طالع بيقول الكلام ده. فالاهلاويه بينقلوا لك الصوره، بيقولوا لك انت نجومك واساطيرك ورموزك وابنائك بيقولوا 1 2 3. فانت زعلان منهم ليه؟ يا جماعه شكلنا بقى بايخ، شكلنا بقى وحش، احنا اللي بنفضح نفسنا، احنا دايما اللي حاطين الزمالك في الحته الوحشه، احنا اللي بنقلل من الزمالك مش هما. ده هما زعلانين على اللي بيحصل من الزمالك في الزمالك، هم زعلانين على اللي بيحصل في نادي الزمالك، زعلانين اكتر منك انت كزملكاوي. والله يا جماعه الاهلاويه زعلانين اكتر من الزملكاويه، مش هقول اكتر من كده. هم خايفين على الزمالك وانت مش خايف على الزمالك زيهم. ليه؟ لانك انت بتكره الاهلي اكتر ما بتحب الزمالك، هم بقى بيحبوا الاهلي اكتر ما بيكرهوك. طبعا عزيزي المتابع انا وصلت نهايه حلقتي، اتمنى في النهايه نعمل لايك وشير. استنى في حلقه جديده واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.